يمكن تغيرت. اقسم بالله انا ما هي حسب معرفتي بس بشاهيناز. انتبه، انا مش زعلان، انتبه ليك، بعرف انا بتمسخر، انا بتمسخر لانه بتنمر، ما بعرف. عندي مشكله. بس هي تنمرت اوكي، ما حدا حيوان يجي يحكي معي بالجست يعني يقول لي ما هي حرام ما عملت لك شيء. يا اوكي، سيف يا سيف بص ولا كلمه ولك. المشكل ايوه يا سيف المشكل يعني شاهيناز ممكن انا اصلا حتى بيني وبين شاهيناز ما في مشكل، ما في جد يعني كنا حتى بنتصل في بعض وكانت بتحكي لي كل شيء شاهيناز. فاهم؟ كان كل ما بيصير معها شيء كانت تتصل فيني وتخبرني كل شيء. تمام. بس المشكل يعني في ضغط عليها من فانز معين او شيء مثل هيك. بالضبط بالضبط. بس والله شاهيناز بنت كثير طيبه وكثير كثير يعني جد والله يا سيف بالله اوصفها لك وشوي يعني لو تعرفها في الحقيقه والله جد بنت محترمه. مش عارف شو صار بعدين والله، حتى كانت تتصل فيه يا سيف وعادي يعني مثل ما بعرفها في الفيلا. وبعدها لهلا هيك صوت احسن. لهلا يعني انقطع الاتصال بيني وبينها من ورا. بالضبط احسن. بالضبط. انا بس ليش لحظه شوي يا فارس، شو هي دميه؟ لحظه، انت فانزاتك بيأثروا على قراراتك؟ قول الصراحه، فانزاتك انا ما بيأثروا على بيأثروا قراراتك؟ ما بيأثروا بس بالضبط. انا الناس اللي عندي ما بتاثر على قراراتي، في كتير مرات بطلع مع ناس مثلا لما ميا، هاي الناس اللي عندي بتعرف، لما ميا قالت انه انا بدي صوت لريان الشاب السعودي، العالم كلها فانز وجدان لاني بتعرف اكثر شيء عندي. لما طلعت مع ميا انزال قلت له لا، ما انتم بتقرروا مع مين اطلع مع مين لا. صح. بس سيف انت بتعرف كل انسان وشخصيته يعني كل انسان بالضبط. ما بنعرف بحترمهم وبحبهم، اخواتي هن هول اللي عندي بالكومنت اخواتي انا بحبهم وبحترمهم، ولكن انتم بدكم تحترموا قراري، فانا وقتها قراري هيك. ميا رفيقتي بغض النظر هي خياراتها صح خياراتها غلط، هي رفيقتي بطلع معها عادي نفس الشيء، ما بتفرق معي حدا. عرفت كيف؟ بس الفكرة انه انا ما بيأثر علي. وانتبه انا يعني انا المفروض كتير انتبه اكتر منا على الناس اللي عندي، لانه انا مثلا ممكن اذا زعلوا مثلا ما يحضروني، هن لا مثلا فنزيته وهيك. عرفت كيف؟ فان هن بيأثروا عليا وانا ما بيأثروا علي، كيف يعني؟ واخر شيء بدي اقعد افكر انه لا بيأثروا عليا وحرام وهيك. لا يا اخي ما حدا حرام. يا سيف كل انسان وشخصيته وكل انسان كيف يتعامل مع الوضع، انت تعرف هذا الشيء، كل انسان وكيف يتعامل. فاهم؟ انا والله بعذرها لشيء وبتفهمها يعني رغم كل شيء انا متاكد ان هي اتحطت في كثير اوضاع سيئه والله يا سيف متاكد. اخواتي بالكومنت اخواتي بالكومنت انبان يا اخواتي، انبان يا اخواتي. سؤال للكومنت، انبان يلا. حتى عندك بالكومنت حيكتبوا يا فارس، هلا شوف شو بيكتبوا والله يا سيف انا كمان بدي سيف انا كمان بدي اقول والله انا عم بعطي رايي كفارس وكشيله. شوف عيونه يا ممدوح، قول. كل انسان ونظريه. انا كمان مو انا عم بقول انه والله شاهيناز لا والله بحكي معه وبالعكس كثير محترمه وما بشوفها بتغلط على حدا. ولا مره قلت مش محترمه انا على فكره، شي مره قلت لك يا فارس هي مش محترمه. ما قال يا زلمه شو بك انت؟ انا بتمسخر يا اخي، يا اخي انا بتنمر ماشي، بس ولا مره قلت منها محترمه. لا ما بيقول شو بك؟ ما بعرف بالعكس محترمه. ولك بيقولوا لك كثير اشياء يا خيي، بيقولوا لك كثير اشياء. مشكل ولا مرات تكبيس بيخلقوا لك مشكل مع مشترك وانت ما في علمك اصلا. فاهم؟ بس والله سيف ولا مره حكى عليها يعني حسب ما عرفت ليه. حتى هلا ما حكى شيء مو محترم عليها. فاهم؟ بس مثل ما خبركم كل انسان وشخصيته، كل انسان كيف يتصرف مع الناس وكل انسان كيف يتصرف في المواقف. بس انا عن نفسي بشوف شاهيناز اخر جوله حطت في مواقف كثير صعبه والله يصبرها والله يقويها. هي حطت حالها يا فارس، هي حطت حالها بهالمواقف. مو هي يا سيف والله مرات بالغلط يا فارس. لحظه شوي خليني طب اقول لك شغله يا خيي، في كذا موقف دل انه هي باقيه معه للبصل عشان ما يشمتوا فيها، مش عشان بتحبه. انا كنت مفكر عشان بتحبه. يا سيف في اشياء ما بقدر احكيها لك هلا او في اللايف. اوكي خلص اذا هيك بحترم. في اشياء ما بقدر احكيها لك انا حتى عشان ما بسبب للبنت مشاكل اكثر. انا والله بس امبارح دخلت يعني بعثت لها قلب او شيء مثل هيك يعني احتراما لها انا عشان بشوفها كجارتي. فاهم؟ تونس والجزائر والله يعني اكيد يا زلمه اكيد كفو منك على فكره يعني احترامها كثير يا عم. بس بدخل اعمل لايف ورد اخواتي بينقاروا فانز هذوك الثاني ويبلشوا بيحكوا شيء وبيضغطوا على البنت وبلشوا حتى سب فيها.